السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو في أخبار كده بخصوص أرباح من أدسنس بالنسبة لليوتيوب، إن في ناس اتحول لها أرباح بالدولار في مصر. وطبعًا إحنا عارفين إن في مصر كان من قبل شهر إبريل اللي فات ده، اللي هو في 2025. إحنا طبعًا دلوقتي أنا باكلمكم وإحنا في شهر ديسمبر، شهر 12 2025. تمام؟ ومن أواخر شهر 11 كده من كام يوم، وبدأنا نسمع عن ناس بتتكلم إن اليوتيوب هيبدأ يعمل الأرباح برضه بالدولار. بس طبعًا ما كانش بطريقة مباشرة، وكان في ناس بتعمل فيديوهات أو بتتكلم بخصوص الفيديوهات اللي هي بالذكاء الاصطناعي، إن هي عليها أرباح أو لأ أو كده. وطبعًا كانوا بيتكلموا في حتة إن الفيديو اللي هو بالذكاء الاصطناعي هيعمل لك أرباحه بالدولار، وكلام كده ما كانش مفهوم أوي. طبعًا كلنا عارفين إن الموضوع الدولار متحوّل إن هو بيخش الدخل بالمصري على أدسنس، هو بيحوّلوه تلقائي يعني على الحسابات البنكية زي ما حضراتكم عارفين. وشُفت فيديو دلوقتي حالًا يعني في ناس اتحوّل لها فعلًا أرباح بالدولار فعليًا، هو كده already عنده حساب الأدسنس عنده بالجنيه المصري، وعنده خانة الدولار دي زي ما إحنا عارفين إن إحنا بنفتح الأدسنس بنلاقي بالجنيه المصري وبالدولار. ففي ناس اتنقّص منها أرباح، يعني نقّص أرباح، يعني كان مثلًا أرباحه رقم معيّن والأرباح نقصت. لمّا بدأ يدوّر على الموضوع ويبدأ يكتشف، فاكتشف إن في أرباح بتتحوّل بالدولار على نفس الحساب، يعني اتفتحت بالدولار. طب ده معناه إيه؟ هل يوتيوب مثلًا هترجع في كلامها تاني وهتحوّل الأرباح في مصر أو في بعض الدول اللي هي بالعملة المحلية هتحوّلها بالدولار تاني، والّا إيه الموضوع بالضبط؟ لو حد عنده خبر أو حد عنده خبر أكيد يعني، أو حد عنده اتحوّل، يعني كل الناس، أنا باقول اللي باعمل الفيديو ده علشان الناس تدخل على الaccount بتاعها بتاع الAdsense تشوف، يعني أكيد في ناس كتير دلوقتي حصل لها المشكلة دي. ف عشان برضه الناس ما تقلقش أو كده، فخُش شوف الحساب بتاعك، لو لقيت أرباح ناقصة أو في حاجة مش مضبوطة، خُش على موضوع الدولار الأمريكي، ممكن تلاقي أرباح متحوّلة عندك بالدولار دلوقتي. ولو حد لقى كده يقول لنا، يعني علشان نطمّن الناس والناس تتطمّن، ولإن أنتم عارفين إن بيبقى في مشاكل كتير في موضوع الAdsense ده، وفي ناس بتقلق كتير أوي. طبعًا ده لو حصل الناس هتبقى مش عارفة تعمل إيه، يعني هو إحنا بعد ما عملنا، لإن حصل مشاكل كتيرة أوي بعد تحويل الأرباح من الدولار للجنيه المصري، وكان الناس بقى بدأت تعمل حسابات بنكية بالجنيه المصري، وعلشان يحوّل يحوّل طريقة دفع جوّه أدسنس نفسها، كان الموضوع صعب، وكان في ناس بيحصل لها مشاكل كتير جدًا مع البنك والكلام ده كلّه، الحسابات البنكية. فالله أعلم بقى إيه اللي هيحصل، هل هو هيتربط لوحده تاني والّا هيبقى إيه الموضوع بالضبط؟ لو حد عنده معلومة يقدر يفيدنا بيها يقول لنا. هو ده اللي أنا أعرفه، يعني هو ده اللي أنا عرفته، إن في حاجات بتحصل دلوقتي ممكن تكون سبب إن ممكن يتحوّل بالدولار الأمريكي من جديد. بنشكركم وبنتمنى للناس كلّها كل خير وكل طيب يا رب، إن شاء الله ربنا يوعدكم ويرزقكم كل خير وكل طيب، ويسهّل على الناس